السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. انا جايه لكم بقى يا جماعه بمشكله ما بيني وما بين امي، بس عايزاكم تقولوا كلمه الحق لو انا غلطانه ولا لا. امي بقى لها من اول رمضان ما جاتش عندي، كل ما اقول لها تعالي اقعدي افطري معايا تعالي افطري معايا مش عايز تيجي. ربنا كرمها وجات لي النهارده، لازم اعمل لها حاجه بقى ترم عظمها بمناسبه عيد الام. رحت عملت لها فول نابت. فول نابت، ايوه فول نابت، وحد ما يعرفوش دلوقتي. جبنا بقى الفول النابت، كنت انا بلاه قبلها بيومين، كنت عامله حسابي بقى ان هي هتيجي، فقلت لازم ارم عضبها، قالوا لي برضو داخله على عيد ام. رحت بليت فول النابت لحد ما طلع بقى الايه القرون البيضه اللي على الجنب دي، ورحت غسلته كويس، وبعد كده رحت بقى متقطعه له طماطمتين حلوين كده، وحبه بصل حلوين عشان اغذي امي، نسيت الحبايب يا حبيبه. وبعدين دي جايه بقى في وقت رمضان، يعني ما تقوليش بقى عيد ام ومش عيد ام. ورحت حطاهم على النار، ورحت سخنت الميه كويس، ورحنا نازلين عليها بالفول والبصل والطماطم. وبعدين رحت عملت ايه، قلت هتاكليها يا بنت فول نابت بس كده؟ لا، يلا كمان غذيها بقى تغذيه. رحنا عاملين لها رز واحده بواحده. ونسيت بقى، ونسيت اقول لكم كمان، نزلت على الفول النابت بمكعبين ماجي. والله ما استخسرت في امي حاجه، مكعبين ماجي وحبه ملح وحبه بهارات اللي عندك، بس ما تحطيش في الفلوس عشان ما تغمقيش الشوربه بتاعتها. وعملت لها رز بواحده بواحده. شايفين الحلاوه والجمال؟ رحت بقى فصها، رحت مقشره فصين توم كده حلوين عشان عايزه اغذي ست الحبايب لحبيبه. رحت نازله على الشوربه بتاعتنا كمان. شايفين الحلويات؟ ايه رايكم بقى في الاكله بتاعت النهارده؟ ده كان فطارنا النهارده عشان خاطر اغذي ست الحبايب. وامي زعلت مني ومشيت وسابتني، بس انا مش فاهمه هي زعلانه ليه. لو انتوا عارفين هي زعلانه من ليه قولي لي وعرفوني، قولي لي رايكم. وبذمكم كده الفطار حلو ولا مش حلو؟ شايفين الجمال؟ يلا بقى ما تنسوش تقولي لامك انتوا ايه، كل سنه وانت طيبه.